مريم الخشت ودعت كلبها بكل حزن، وشاركت اللحظات اللي قضوها سوا على انستجرام لما كانت بتنشر خبر يعني ان هو توفى. ان الكلب ده حكت يعني الكلب ده كان معاها من ايام وهي لسه بنت صغيره، حاسه ان هي ضايعه في الدنيا، ولقت نفسها مش عارفة تعمل أي حاجة غير إن هي تبقى أم للكلب ده. That's so sweet. قالت في أيامه الأخيرة أنا اعتنيت بيه زي ما اعتنيت بيه طول حياتي، ويعني أنا في دموع في عيني وأنا باكتب رسالة زي دي، ويعني حاجة بتخلّيني أتضايق جدًا، خصوصًا إن أنا عندي 3 كلاب. فكان بوست بسيط جدًا، بس بوست يورّيك قد إيه ده يعني الكلب ده ما كانش مجرد كلب. عشان ناس كتيرة بيريليت للموضوع ده. إمم، أنا متهيأ لي إن دي يعني أكتر حاجة بتشيلني الهم قبل ما آخد قرار إن أنا هاجيب pet. إمم، اللي هو أنتِ بتفكّري إنِّك هتتعلّقي بالروح دي، إمم. وهتزعلي لو هي تعبانة، هتبقي مبسوطة لو هي عارفة it sounds dumb to some people أو إنه حاجة تافهة، بس بجد يا جماعة هُم بيبقوا كإنّهم فرد من العيلة مش هزار. أنا حرفيًا أنا عندي 3 كلاب، ومش قادرة يعني أتخيّل يوم واحد منهم يا لهوي! مش عايزة حتى أفكّر في الموضوع، بس بجد لو حد فيهم راح أنا ممكن أحس إن هو لأ، هو يعني ابني أو أخويا أو حاجة راحت كده إمم. منّي. بيبقى تعلُّق غير طبيعي، أصل تخيّلي كائن كل ما بيشوفِك هو مبسوط. آه. كل ما تكوني يعني أنا لمّا أبقى باعيّط بالاقيه جرود كلبي الصغير ييجي يقعد يلحس في رجلي مثلًا، أو أنتِ مقروفة من الموضوع No that's ده؟ so cute. بس حسّيت وشِّك كده. لأ. ييجي يقعد يلحس في رجلي. جروت مثلًا ما بيحبش يقعد أصلًا معايا الحمد إمم. لله، بس كل ما بابقى زعلانة بيقعد جنبي، طب يعني هو مش كويس معاكِ بيعمل في حاجة الزعل بس هو يعني، قاعد الحمد لله. كده. وبيغيروا عليَّ، يعني مثلًا لمّا باحضن مامتي أو حاجة، تلاقي جروتي قاعد ينُط ما بيننا، اللي هو أنتِ بتحضني حد غيري ليه؟ That's so كده فاهمة؟ cute. فلأ هو التعلُّق غير طبيعي، لأ غير باحس طبيعي كمان مش الكلاب قادرة. أصعب من القطط، لإن الكلاب آه، more interactive عن القطط ده بكتير، حقيقة. فبتتعلقي بيهم كمان أكتر. not saying إنه برضه ما تعلقيش بقطط، لإن أنا عندي قطط إمم، باتعلق بيهم برضه. وبرضه I think what makes الفيديو so much more emotional إن مريم الخُشت باحس إن هي شخصيتها في الحقيقة إمم، شبه أوي تمثيلها. هي دايمًا في تمثيلها تحسي إن حد مُعبّر أوي، أوي. وأنا عملت interview معاها قبل كده على الred carpet. إمم. She is one of the most genuine down to earth people جدًا، بجد؟ جدًا، لذيذة جدًا. وكانت جارتنا في الجونة لمّا كنا في مهرجان الجونة السنة اللي بجد؟ فاتت. كانت في الأوضة نفس الrow بتاعنا. فهي طبيعية جدًا ولذيذة جدًا، مش اللي هو طرف الفنانين اللي شايفين نفسهم وكده. إمم. وتحسي إن هي فعلًا حد مشاعره فياضة كده، مش عارفة. يا لهوي! this makes it so much worse. يعني Yeah. حتى الصور اللي هي منزّلاها، إمم. لأ، يعني هُم دول كبروا مع بعض، يعني أنتِ بُصّي so بتبدئي sad. كلب صغير وهي كمان شكلها صغير، وبعدين هو كبير لأ، يعني حاجة تقهر بصراحة. بتبقى صعبة أوي. والكلب قعد معاها لمدة 15 سَنة، يعني تخيّلي ده مثلًا أكتر من نُص عمري. أنا البيبي بتاع قطتي إمم. قعد معانا تقريبًا 3 شهور، وبعدين ماتت. أنا تقريبًا قعدت أعيّط متواصل يومين. أنا مش فأنتِ قادرة بتتعلقي أتخيّل. بالحاجات دي في فترة قصيرة، فما بالِك بقى سنين يعني. إمم. لأ بتبقى صعبة أوي بصراحة يعني. I think إنه لو في المستقبل إن أنا ما أجيبش حيوانات تاني أليفة في البيت يعني. أكيد أليفة، أنا ما أعرفش قطة أليفة. بس إن ما أجيبش حيوانات في البيت، فده هيكون السبب. إنه بجد كل مرة بتبقى نهايتها قهرة، إمم. يعني بتبقى صعبة أوي. محمد بيقول أنا عندي قط مش كلب، الكلب في الشقة صعب أوي، بصراحة كان عندي وأنا صغير ومات. صعب جدًا، الكلب صعب جدًا في شقة فعلًا. أنا عندي 3 كلاب ومسيباهم برّه، يعني آه. أنا عندي 2 German فهُم كبار، فكده دول صعب يتحطّوا في البيت، وعندي جروت بقى كان صغير قد كده، كنت حاطاه جوّه البيت، وبعدين قُلت اللي هو كنت باحس الكلاب اللي تحت بيغيروا إمم. فكنت قُلت لأ أنت هتبقى زيّك زيّهم، أنت مش أنا special. مشكلة أنا مستحيل يعني مهما قُلت لِك إن أنا هاجيب كلب وأحطه برّه دي مش هتحصل. ليه؟ هتلاقيه نايم معايا في السرير. لأ أنا إحنا باسيبهم برّه we're that عادي، type of يعني family. ممكن ساعات أستهبل وأدخّل الجروت جوّه البيت، إمم. بس بابا أول ما بيشوفه بيطلع أول ما جروت بيشوف بابا بيطلع جري، عارفة توم and جيري؟ هُم بيبقوا كده. إمم. بس. محمد بيقول ابنها اللي مات بعد 3 شهور والّا هي بعد الشر؟ أكيد ابنها، ما هي إزاي بعد 3 شهور، هي جابت baby إمتى طيب؟ هو بيتكلم عن مين على دلوقتي؟ قطتي اللي أنا قُلت عليها ده؟ أوكي. بنتها، بنت قطتي. إمم، بدون أي سبب، بدون سابق إنذار. دي صعبة بتبقى أوي دي. صعبة أوي. إمم. آآ في أي comments؟ أنا I think إن أنا من الأقلية اللي بيحبوا الكلاب والقطط الاتنين. أنا ما ليش في القطط الصراحة. أنا ليّا في الاتنين، يعني ليّا في إمم، اتنين with a passion. بس I guess عشان خاطر ربيت قطط أكتر من الكلاب، فأنا ميّالة أكتر للقطط. إمم. بس الاتنين باحبهم أنا جدًا. عندي حساسية من القطط، فممكن ما حاولتش أندمج معاهم أوي، مش عارفة، بس أنا إمم. كده dog person. إمم.
لأ يا محمد معلش فهمتك غلط. لأ الحمد لله لأ. عبد الله بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله قلبي عندِك I think بيتريق علينا. بس والله العظيم اللي بجد عنده حيوانات هيعرف إنه ده مش هزار فعلًا، وإنه حاجة فعلًا تقطّع القلب مش يعني I know إنه الناس تقعد تقول طب ما ركّزوا مع البني آدمين الأول، سيبكم من الحيوانات، انقذوا البني آدمين والبني آدمين عندهم مشاكل أكتر. لأ بس برضه على فكرة هو الفرق ما بين البني آدم والحيوان إن الحيوان لا ما لوش ولا حول ولا قوة. إمم، يعني ما لوش صوت يشتكي بيه، ما لوش حد يدافع عنه، that's why I guess الناس ميّالة أكتر إن هي تدافع عنهم. إمم. Yes. في أي comment تانية والّا محمد نعبط؟ بيقول لسان القطط فيه شوك أحلى من لسان الكلب. بصراحة أنا باتقرف من That's لسان true. الكلاب، يعني أنا Yeah ما it is. باخلّيش كلبي يلحسني، يعني لو على هدومي elegant. خلاص. لا، لا، لأ، لو على هدومي خلاص ممكن إن هو لو لحس بالغلط خلاص، بس لو جه لحس إيدي مثلًا لأ باتقرف. آه. عبد الحميد بيقول سمعت إن القطط ممكن تبقى غدّارة شوية وتخربش صاحبها، ده حقيقي بس أنا من اللي أنا شايفاه دلوقتي إنه الاتنين غدّارين. إمم. أها. محمد I agree with you I know. إيه اللي محمد Yeah بيقوله it's ده true though والله أصلًا؟ العظيم it's true. أنا مش هاقول الcomment out loud يعني don't say أنتم it بس هو حقيقي فعلًا. آه. بس هو فعلًا حقيقي. It's very satisfying. إمم. دي كانت anyways. كل أخبارنا النهارده، خليفة رُحت أقول لكم اتفرّجوا علينا فين. قُلتِ لي؟ صرّحت في وشِّك. دي كانت كل الأخبار اللي معانا النهارده، ولو عجبتكم الحلقة وحابين تتفرّجوا عليها تاني، ممكن تتفرّجوا عليها على يوتيوب أو تسمعوها على كل منصات البودكاست. إحنا النهارده يوم التلات الweekend article بتاعنا نازل، لو مش عارفين تعملوا إيه في الweekend ممكن تخشوا على أي سفاري تكتبوا lovin.co تختاروا lovin Cairo وهتلاقوا كل حاجة ممكن تعملوها الأسبوع ده، وهنشوفكم بُكرة إن شاء الله الساعة 11:00 برضه. باي. باي.